اللسان بيدوق والانف بتشم والايدين بتلمس، لكن ما قالولكش ان اللسان بيشم. ايوه يا عم صدقني، خد الكلام مني ثقه، ما تقلقش مش هسيبك كده وهفهمك. بص يا سيدي، طبعا زي ما انت عارف ان التعبان بيشم من لسانه. هتقول لي انت بتغلط فيا وبتقول انا تعبين؟ يا عمي ما تبقاش حساس قوي كده. اصبر. حوار ان التعابين بتشمنا بلسانها الهم الباحثين انهم يدرسوا الكلام ده. فعلا ابتدوا يدرسوا ازاي اصلا بيتولد احساس النكهات والاطعمه. قاموا جايبين خلايا وقالوا يربوها على ايديهم، ولما اتربت وبقت بنت ناس محترمه لقوا ان مستقبلات الاحساس بالتذوق في اللسان فيها غالبا نفس جزيئات الشم في الانف. ومن خلال تقنيه اسمها الكالسيوم انرجي لقوا ان التيست سيل اللي هي خلايا التذوق اللي ربوها بتعمل استجابه للاودر، الريحه. يعني خلايا التذوق لو عايزه تدوق مفيش مشاكل، لو عايزه تشم مفيش مشاكل، لو عايزه تحل لك امتحاناتك مش هتقول لك لا برضه. بص عشان تفهم اكتر تخيل معايا المشهد ده. دلوقتي انت ميت من الجوع وهوب عديت من جنب كباب على الجريل، هتلاقي نفسك في بعض الاوقات ان من الريحه دقت فعلا، وده اللي بيحصل بالظبط. تحس لسانك ساعتها ما بيبقاش عارف وظيفته ايه، دوق ولا يشم، فيقوم عامل الاثنين مع بعض. ومن الكلام ده العلماء بيفترضوا ان حاسه الشم والتذوق الاثنين بيشتغلوا مع بعض. ضمن الادله على الكلام ده انك ممكن تخمن طعم حاجه من ريحتها. يعني مثلا ريحه الليمون كفيله قوي 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 انها تقول لك ان طعم الليمون لاذع. وهنا نيجي لنقطه مهمه. زمان كانوا معتقدين ان احساس التذوق والشم بيتم في المخ فقط، ولكن الدراسات اثبتته ان الاحساس بيهم بيبتدي من مستقبلات الشم والتذوق اللي موجوده في اللسان والانف. خدت لي بالك ان انت اتكيت على اللسان في الاول؟ مش بس كده، خد لك معلومه في الرايق مني. تعرف تاكل سكر من غير ما تاكل سكر، او ما تاكلش سكر بس انت اوريدي كلت سكر؟ هبسطها لك. دلوقتي في امراض كتير معتمده على السكر والملح والدهون، ولازم نسبتها تكون مظبوطه في الجسم، يا اما هتتسوح. هبسطها لك كمان. اللي هيحصل كالاتي: هنلعب في المستقبلات بتاعه التذوق والشم ونخليها بمزاجنا، بحيث لو حد عنده السكر وبيحب السكريات جدا سهله وبسيطه، هنخلي مستقبلات الشم والتذوق بتاع الحد ده تحس بنص معلقه سكر كانه كيلو سكر، فلما هياكل نص معلقه هيبقى خد كفايته منه من غير ما يضره. وخصوصا مع الناس اللي عندها الامراض دي مش بتعرف تتحكم في نفسها. وبس كده يا سيدي، لو جديده قول جديده، ولو قديمه ادي الابديت، وافتكر ان كرولوجي ناوي يخلي العلم في القهاوي.